بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي إلى كل إخواتي جماهير الأبيض الملكي. يا رب تكونوا بخير، والأيام الجاية تجلب لنا كل خير وسعادة علينا إن شاء الله وعلى نادينا الزمالك. وأبدأ في الأول بالتهنئة والمباركة لكل إخواتنا المسيحيين، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب أيامنا وأيامكم يا رب كلها تبقى خير وسعادة. هنبدأ سريعا لأن الحلقة النهاردة مهمة وحلقة دسمة. في الأول أحب أذكركم بالاشتراك ودعم القناة. دي قناة الزملكاوية، دي قناة الجماهير، دي قناة الجمهور فقط مش أشخاص. إحنا بندعم كيان الزمالك وجماهير الزمالك فقط، ودي قناتكم. يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات وعشان يوصل لك كل يوم الفيديو إن شاء الله، وتساعدونا في الهجمات الشرسة اللي من جماهير الأهلي على القناة. ابدا سريعا. النهارده اكلمكم بناء على ان انا محامي، فاكلمكم من الناحيه القانونيه للموقف للمستشار مرتضى منصور وموقف نادي الزمالك وموقف مجلس اداره نادي الزمالك. وعندنا غرامه كهرباء، وعندنا اخر اخبار الزمالك عن فريق الزمالك، والاعلام ايه هو اللي بيدور فيه على نادي الزمالك، ومباركة لتتويج فريق كرة الطايرة بالدوري على حساب الأهلي، وفضيحة أحمد عبد القادر وكهربا. هنبدأ سريعا بموقف المستشار مرتضى منصور. ايه هو موقف المستشار مرتضى منصور؟ وهل النهارده صدر قرار بعزله؟ هل هو يحق ليه الطعن؟ نعم يحق ليه الطعن، لأنه هو من الأفراد المختصمين في الحكم، يعني في القضية. زيه زي وزير الشباب والرياضة، هو أيضا مختصم، وفي فردين كمان مختصمين وهيئات، فعشان كده هو يحق ليه الطعن. طب هل المستشار مرتضى منصور هيطعن؟ نعم بالفعل المستشار مرتضى منصور هيطعن على القرار، او طعن على القرار. الاخبار اللي جايه ان هو اوريدي يعني قدم خلاص الطعن على الحكم. طيب هل الحكم ده، انا النهارده هحاول ابسط لكم المعلومات القانونيه واقولها ببساطه عشان كل الناس تفهم. يعني مش هقول لكم حاجات بقى مجعلصه وحاجات واللي هي بقى اللي بيحب يقولوها المحاميين ويصعبوها على الناس. لا، هكلمكم بمنتهى البساطه. يبقى هل من حقه يقدم طعن؟ من حقه يقدم طعن، لان هو مختصم زيه زي بقيه المختصمين في القضيه. هل هو قدم طعن؟ الاخبار الوارده ان هو قدم طعن بالفعل على الحكم. طيب، من آه، الطعن ده يوقف تنفيذ الحكم؟ قانونا لا يوقف تنفيذ الحكم الا في حاله واحده. يعني الطعن ده مش هيوقف الحكم، لكن ممكن يوقف الحكم في حاله. الطعن ده يا جماعه بيروح لجنه اللي هي بتاعه فحص الطعون في المحكمه. لجنه فحص الطعون دي لو شافت ان الطعن المقدم ده في حاجه جديده، في حاجه تقدر تغير الحكم، بتوقف تنفيذ قرار المحكمة. بس دي في حالة ان هي تشوف ان الطعن ده في معلومة جديدة او ادلة جديدة تأيد او تقوي طرف الطاعن، فبتوقف تنفيذ الحكم. فعشان كده دي مش هنقدر نتكلم فيها لغاية اما لجنة فحص الطعون تبص على طعن المستشار مرتضى وتشوف اذا كان هو في حاجة جديدة بناء عليها ان هم يوقفوا تنفيذ الحكم، وينظر بعد كده القضية في المحكمة ويمارس مهام عمله لغاية اما المحكمة تفصل تاني. ده اللي هيبان. الطعن هيبقى في امام اعلى هيئه اداريه في مصر، اعلى محكمه اداريه في مصر اللي هي الهيئه الاداريه العليا. الطعن ده لازم يبقى خلال 60 يوم، بس زي ما قلت لكم مستشار مرتضى منصور قدم الطعن. طيب هل الوزير يحق ليه عزل المستشار مرتضى منصور؟ يحق ليه عزل المستشار مرتضى منصور. قانونا مش هقدر اقول لكم بالظبط، لان القانون فيه ثغرات كتير. يعني القانون فيه ثغرات، هو قانونا يعزله، وبرضه قانونا المفروض يستنى يشوف لجنة فحص الطعون هتقول ايه. هل هتقبل الطعن؟ هل هتوقف تنفيذ الحكم؟ لان افرض انت دلوقتي عزلت المستشار مرتضى منصور بناء على الحكم القضائي، يعني انت عزلته بناء على حكم المحكمة، ودلوقتي جت لجنة فحص الطعون قالت لك لا اوقف تنفيذ الحكم، شافت حاجة جديدة قدمها المستشار مرتضى منصور ووقفت تنفيذ الحكم، هيبقى انت موقفك ايه؟ فهمت انا اقصد ايه؟ هنا النقطة. افرض لجنة فحص الطعون قالت اوقف تنفيذ الحكم،
وكانت الوزاره اصدرت قرار العزل. فهنا الموقف هيبقى زي ما بيقولوا كده رايح جاي. من حقه يعزل، لكن ممكن في خلال ايام نلاقي لجنه فحص الطعون، او في خلال شهر على الاكثر تلاقيها بتقول لك لا يوقف تنفيذ الحكم. فعشان كده انا في اعتقادي ان الوزاره النهارده هتطلع قرار عزل المستشار مرتضى منصور. طيب، هل يحق للمستشار مرتضى منصور الترشح؟ طيب، هنا في حاجتين مهمين يا جماعه. الزمالك ماشي بلائحه استرشاديه، اللائحه الاسترشاديه دي اساسا المفروض مطعون عليها واتوقفت. اللائحه الاسترشاديه دي بتقول ايه؟ بتقول ان ما يحقش للمستشار مرتضى ان هو يترشح تاني. طيب، اللائحه دي الاسترشاديه كانت طالعه بناء على لجنه التسويه والتحكيم في اللجنه الاولمبيه. لجنه التسويه والتحكيم دي المحكمه الدستوريه العليا اقرت بعدم دستوريتها ولغتها، وبالتالي لغت كل احكامها وكل قراراتها وكل لوائحها. فاصبحت اللائحه الاسترشاديه دي يعني المفروض ما يبقاش ليها وجود، لانها خلاص المحكمه الدستوريه العليا اللي هي اكبر مكان تشريعي في مصر، دستوري في مصر، مفيش اكبر منه، قال ان ده خلاص اللجنه دي مش موجوده. فاللائحه الاسترشاديه دي مطعون عليها، فمعنى كده ان المستشار مرتضى منصور يقدر يترشح. طيب، هل المستشار مرتضى منصور يقدر يترشح؟ انا بقول لكم يقدر، الا في حاله واحده، لو الوزاره او مؤسسات الدوله رافضه تواجد المستشار مرتضى منصور. عشان نبقى واضحين، الموضوع مش قانوني وبس، يعني الكوره في مصر انتوا عارفين مختلطه بالسياسه. هنشوف الايام الجايه هيبقى طعن المستشار مرتضى منصور هيودينا لفين. هنشوف النهارده الوزاره هل هي هتقرر عزل المستشار مرتضى منصور ولا هتستنى قرار لجنه فحص الطعون. فهنشوف، بس في الغالب انا بقول لكم ان الوزاره النهارده هتصدر قرار بعزل المستشار مرتضى منصور. طيب، في حاجه تانية، في قضيه تانية تم رفعها بحل مجلس اداره نادي الزمالك. طبعا جبهه المعارضه للمستشار مرتضى منصور مش هيرشحوا نفسيهم. المفروض دلوقتي في حاله العزل دي المجلس الاداره المتواجد ملوش علاقه بقرار المحكمه ده، يعني مجلس الاداره ده متواجد زي ما هو. طيب، لازم يدعو الجمعيه عموميه، اقرب جمعيه عموميه هتبقى ما بين شهر 7 وما بين شهر 9 او 10 للانتخابات على مجلس رئيس ونائب. طيب، لجنه المعارضه بتفكر طيب احنا لو نزلنا على منصب الرئيس او النائب ومجلس الاداره كله تابع للمستشار مرتضى منصور، هيبقى ايه اللي عملناه؟ يعني ايه الفايده؟ طبعا هم عددهم اكبر وهم اللي هيبقوا بيحكموا، مش احنا اللي هنحكم. فالموضوع هنا بقى فيه تضارب مصالح. قاموا عاملين ايه؟ طبعا ممدوح عباس و كل بقى، وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق وجورج وعبد الله جورج واحمد سليمان مع حفظ الالقاب للجميع، كلهم قاموا وكلوا المحامي برفع قضيه بحل مجلس اداره نادي الزمالك. طب هل يجوز حل مجلس اداره نادي الزمالك؟ قانونا لا يجوز. هما بيستندوا على مخالفه، بيقولوا ان في مخالفه قام بيها مجلس اداره نادي الزمالك لما ما اصدرش قرار بعزل المستشار مرتضى، لما المستشار مرتضى تم حبسه في حكم مقيد بالحريه في قضيه محمود الخطيب. طيب، هنا القانون هل هو بيقول بسبب امتناعهم عن اصدار قرار بعزل المستشار مرتضى منصور ده يحل المجلس؟ قانونا لا. ليه؟ بدليل ان اللجنه القانونيه في وزاره الشباب والرياضه بلغت الدكتور اشرف صبحي بانه يقول، او مش بانه يقول، بلغته بعدم قانونيه حل مجلس الاداره. لان انا عايز اقول لكم الوزاره نفسها عايزه تحل مجلس اداره نادي الزمالك، لكن بالقانون مش تقدر تحله بدون قانون. فالوزير ساعتها خرج علينا الدكتور اشرف صبحي وقال ايه؟ لا، قانونا حل عزل المستشار مرتضى منصور من منصبه ده قرار في ايد مجلس اداره نادي الزمالك. فمعنى كده
بعزله او عدم عزله، فتعيين قائم باعماله لغايه ما يخرج. فمعنى كده ان الوزير ادى الشرعيه لامتناع مجلس اداره نادي الزمالك عن عزل المستشار مرتضى منصور. فهل ده يعني قانونا كده ما يستحقلكش انه انت تحل مجلس الاداره، بالذات زي ما قلت لك ان بناء على ان الوزير نفسه صرح ان ده قانوني. طب هل ده بقى ممكن يكون زي ما بيقولوا كده يعني فخ المجلس اداره نادي الزمالك؟ يعني هل كان الوزير قاصد انه يقول كده عشان يدي القوة دي لمجلس ادارة نادي الزمالك، عشان بعد كده بحكم محكمة يقدر يحل كمان مجلس ادارة نادي الزمالك؟ لان المعلومات اللي واصله لنا ان وزير الشباب والرياضة يعني هو عايز يحل المجلس كاملا ويعين لجنة، بدليل ان امبارح خرج علينا كابتن حسين لبيب وقال خلاص مبروك والف الف مبروك للجماهير، وان احنا هنستعيد نادي الزمالك ونادي الزمالك هيبقى لاولاده. مع ان طبعا كابتن خالد لطيف وكابتن جمال عبد الحميد ووليد دعبس وكل الناس اللي موجوده في المجلس دول برضو اولاد نادي الزمالك. يعني كابتن جمال عبد الحميد ده من كباتن نادي الزمالك، كابتن خالد لطيف ده يعني من الناس اللي متربيه جوه نادي الزمالك، ووالده طبعا كابتن لطيف يعني الله يرحمه. فانا مش عارف يعني انت بتعتبر ان دول مش من اولاده؟ في صراع سلطه وكله عايز يوصل للحكم، كله عايز يوصل للحكم. وطبعا لجان المعينه، المشكله انا ضد اللجان المعينه، مش ضد شخص معين، ضد اللجان المعينه لان هم بيجوا بصراحه بيجي بعد كده يشتكي. يعني اول ما يمسك بيحارب عشان يمسك، واول ما يقعد على الكرسي يجي يقول الشيله تقيله واحنا علينا ديون والمجلس اللي قبل كده كان مغرقنا واحنا ما معناش فلوس وناديك يناديك، ويبدا يشحت ويبدا يقول اصل انا ما معيش فلوس ادفع وما معيش فلوس اصرف وانا لجنه معينه مش في ايدي اي حاجه. طب انت كنت ليه بتحارب عشان يعني تيجي ما دام انت شايف كده؟ يعني انت شايف من الاول كده جاي ليه؟ يعني انت جاي ليه ما دام انت هتبدا تشحت وهتبدا تقول لنا ان انا ما معيش وان انا مش مجلس منتخب ففي صلاحيات كتير ما اقدرش اعملها؟ طب انت جاي ليه؟ يعني انت بتحارب كل ده ليه؟ عشان تظهر كل يوم في الاعلام واسمك يتردد وشهرة والله اعلم اذا كان ليك حاجات خفية بتستفيد منها؟ ما هو ده اكيد ما فيش غير كده. بدل انت بتشتكي وانت جاي عارف ان في مشاكل وعارف ان الزمالك فيه مشاكل مادية دلوقتي، طب انت جاي ليه؟ وانا متأكد ان اي لجنة معينة هتمسك هتشتكي. لكن انا مش مع او ضد حد، لكن انا زهقت من نغمة اللجان المعينة، زهقت ان النادي الوحيد اللي على طول لجان معينة هو نادي الزمالك. يعني ليه الاستقرار؟ وهل مصادفة ان قبل كل بطولة يتعزل مجلس ادارة نادي الزمالك او رئيس مجلس نادي الزمالك؟ قبل نهائي القرن اتعزل برضه المستشار مرتضى منصور، دلوقتي قبل كاس السوبر بيتعزل المستشار مرتضى منصور. هو في ايه؟ هل دي صدف كلها؟ يعني هل دي كلها صدف؟ طيب هنبدا. انا كده اوجزت لكم كل الموضوع عن قرار عزل المستشار مرتضى. المستشار مرتضى في الغالب النهارده هيطلع قرار بعزله من وزاره الشباب والرياضه. تمام؟ طعن المستشار مرتضى طعن على الحكم. الطعن يوقف الحكم؟ ما يوقفش الحكم. لكن لو لجنه فحص الطعون شافت ان هو في طعنه ما يثبت او جاب ادله او حط وقائع تفيد بان هو يرجع فهتوقف تنفيذ الحكم. لكن انا بقول لكم الوزاره بنسبه 99% هتطلع النهارده او بكره على اقصى تقدير قرار بعزل المستشار مرتضى منصور. هم كانوا مستنيين اساسا حكم المحكمه ده. المستشار من حقه انه يترشح قانونا، من حقه انه يترشح. قلت لكم مالكوش دعوه باللجنه الاسترشاديه لان دي اساسا الاصدر اللائحه الاسترشاديه دي، اللي اصدر اللائحه الاسترشاديه اللي هي لجنه التسويه والتحكيم دي اساسا اتحلت لعدم دستوريتها. يعني اللائحه بتاعتها اساسا هي والعدم سواء، ودي اللائحه اللي كانت بتمنع ترشح المستشار مرتضى منصور مره تانية. فاللائحه دي مش قانونيه، وزي ما قلت لكم اعتبروها ملغيه مش موجوده.
لان اللي اصدرها اللجنه دي اتحلت بعدم دستوريتها. فده اللي هنشوفه. قلت لكم الموضوع كله بيتوقف على توجهات الدوله الفتره الجايه عايزه ايه بالظبط. غرامه كهرباء، انا عايز اقول لكم ان الغرامه دي يا جماعه اللي جمهور الزمالك فرحان بيها دي غرامه وهميه، دي ضحك، دول بيضحكوا على جمهور نادي الزمالك. 12 ماتش ومليون جنيه غرامه، وهم بيسربوا المعلومه بيطلعوا يقولوا، يعني هو بيعلن كده 12 ماتش ومليون جنيه، بيكمل ويقول ايه؟ بس من حق كهرباء انه يطعن عليها، وفي حاله طعنه يتوقف تنفيذ العقوبه. يعني كانه بيقول لك في عقوبه بس عادي يطعن ويتوقف في ساعتها، يعني مجرد ما يطعن يتوقف تنفيذ العقوبه، ولا يدفع فلوس ولا يتوقف. فهمتوا؟ مع ان لما نرجع بالذاكره وابراهيم فايق قال الكلام ده برضو، قال وسأل مسؤول اللجنه طيب ما في حاله امام عاشور قلتوا ان الطعن ما يوقفش تنفيذ العقوبه، واتنفذت العقوبه على امام عاشور وما كانش في حاجه اسمها ايقاف تنفيذ العقوبه. كان الرد ايه؟ بصوا الرد منتهى الاستخفاف. دي قوانين يا جماعه ولوائح، المفروض ما فيهاش يعني ابيض واسمر ولا يعني خيار وفقوس، ما فيش الكلام ده. اللي بيطبق على ده يطبق على ده، يعني انت المفروض بتستند على لوائح وقوانين. يرد عليه المسؤول ويقول له ايه؟ لا معلش، دي لجنه ودي لجنه. يعني اللجنه اللي فاتت اللي كانت وقعت الغرامه على العقوبه على امام عاشور غير اللجنه الحاليه اللي وقعت العقوبه على كهرباء. فكل لجنه ليها لوائحها وليها قوانينها. يا سلام، المفروض الاشخاص بتتغير بس اللوائح والقوانين ما بتتغيرش. يعني هو رئيس المحكمه الدستوريه لما يمشي هيغيروا الاحكام الدستوريه والقوانين، ولا اللي بيجي بينفذ نفس اللوائح والقوانين اللي موجوده؟ فهنا انا بقول لكم دي عقوبه وهميه، وهيتقبل طبعا الطعن، وبقول لكم اقصى حاجه هتلاقوا ماتشين او 3 ماتشات الكهرباء، ومش هيبقى دلوقتي، هيصدر الحكم او هيتنظر الحكم في الطعن ده بعد ماتش السوبر. معنى كده ان كهرباء هيلعب ماتش السوبر؟ هيلعب ماتش السوبر. وفي الاخر خالص هتوصل ان الغرامه دي الماديه هتقل، وايقاف اللاعب هيقل، ممكن يبقى ماتشين 3 4 ماتش على اقصى تقدير. بس في الوقت اللي الاهلي مش هيبقى عايز كهربا خلاص، يعني ريح يا كهربا مفيش مشكله. لكن انا بقول لكم مش هينظر في طعن كهربا الا بعد ماتش السوبر، يعني من دلوقتي اهو بقول لكم. فدي بيلعبوا بجماهير نادي الزمالك وبمشاعر جماهير نادي الزمالك. واشمعنى بدليل اشمعنى النهارده يطلع علينا مسؤول اللجنه القانونيه في اتحاد الكوره ويقول كده، ويقول ان في، ويسرب ويتكلموا تسريب عن العقوبه، ويتكلموا عن العقوبه في اليوم اللي بيتعزل فيه المستشار مرتضى منصور، عشان يهدي الراي العام، عشان يوضح ان الدوله مش في صف الاهلي، عشان يقولوا ان احنا محايدين، عشان ينفوا مجاملاتهم ومساعداتهم للنادي الاهلي، عشان ينفوا الخدمات الدائمه للنادي الاهلي. لا بصوا، ده احنا عاقبنا كهربا هو عقوبه قويه، ده 12 ماتش ومليون جنيه. وطبعا بيوقع على المستشار مرتضى عقوبه يعني كوميديه، دي كوميديه، 200,000 جنيه غرامه وعدم حضور الماتشات لمده شهرين. يا راجل ده اتعزل، هو من اساسا وهو قبل ما يتعزل ما بيحضرش الماتشات. بس يعني عارف انت المركب عايز تخليها ايه، يعني في توازن كده شويه، يعني حاجات كده شكليات. لكن انا بقول لكم عقوبه كهرباء وهميه، عقوبه كهرباء وهميه، هتتوقف بمجرد الطعن تنفيذ العقوبه، وهيلعب عادي في السوبر، ومش هيتنظر الطعن ده الا لما الاهلي يقول لهم مفيش مشكله اوكي، وهيخفضوا العقوبه لماتشين او 3 مطوشه، وممكن 200,000 جنيه ولا حاجه، ومفيش مشكله، وكده يبقى الموضوع انتهى. وجماهير نادي الزمالك منقسمه بتتخانق مع بعض ومش دريانه باللي بيحصل. وانا قلت لكم كده ان حل مجلس اداره نادي الزمالك قانونا لا، لكن الوزاره ممكن تحله، لان الوزاره عملت التركه اللي انا قلت لكم عليها كده، في لعبه صغيره كده اتعملت لما قالت لمجلس اداره نادي الزمالك انت ليك الحق في عزل المستشار، قرار عزله او لا لما دخل السجن. فهل كانت
الوزارة قصدا ان هي توقع مجلس الإدارة في الخطأ ده عشان بعد كده يترفع عليه قضية ويتحل، هيبان الأيام الجاية. بالنسبة لفريق اليد، في فريق كرة الطايرة النهاردة، مبروك لفريق كرة الطايرة في الزمالك، فاز ببطولة الدوري للسنة الثانية على التوالي على حساب النادي الأهلي. فبنقول لهم مبروك لرجالة الطايرة في ظل كل المشاكل وأزمات مالية وتخبط. رجالة وتستحقوها، وجماهير نادي الزمالك بتحبكم وبتدعمكم وهنفضل في ظهركم. قبل ما اقول لكم اخر خبرين عن نادي الزمالك، في فضيحه يا جماعه. احمد عبد القادر وكهربا اتصوروا فيديو وهم سهرانين لغايه بعد الفجر في خيمه رمضانيه. عارفين بقى الخيمه الرمضانيه، غنى ورقص وشقلباظات يعني، فاهم؟ وسهرانين لغايه بعد الفجر، والاهلي بيحاول التعتيم على الموضوع، ولكن احنا هنتكلم وهنقول وهنفضح وهنكشف. اهو احمد عبد القادر وكهربا سهرانين لغايه بعد الفجر. فين بقى الضجه اللي اتعملت على فتوح وعبد الله جمعه؟ الحقوا دول بيسهروا، دول كانوا قاعدين في فندق، ومع انه ولا كان رمضان ولا شعبان ولا اي حاجه، بس كل القنوات اتكلمت وكل المذيعين اتكلمت وكل الاعلاميين اتكلمت. فين الكلام عن كهربا واحمد عبد القادر في سهرهم لغايه بعد الفجر في رمضان؟ اخر خبرين معانا، ازمه في الجبهه اليسرى في نادي الزمالك يا جماعه. عبد الشافي مصاب، واحمد فتوح وعبد الله جمعه ما بين اصابه وتاهيل، مفيش غير حاتم سكر، فهو ده المتاح. ففي الغالب هو ده اللي هنشوفه ان شاء الله هيقود الجبهه الشمال في نادي الزمالك، وده اللي كان خوان كارلوس اوسيرو بيفكر فيه اليومين اللي فاتوا ده. المدرب خوان كارلوس اوسيرو يا جماعه راجل بيشتغل وبيحب شغله، كان ضاغط على الفريق بقوه جامده جدا بدنيا اليومين اللي فاتوا دول، تدريبات بدنيه قويه جدا. حذر اللعيبه من عدم تشتيت الفكر او ان هم يبداوا يفكروا في مشاكل الاداره والقصص دي، وقال لهم احنا بره النطاق ده خالص، وبيحاول يلم اللعيبه ويقفل على اللعيبه، وبيحاول يفهمهم ان انتوا ما تفكروش في الازمات دي. فيعني كل الشكر ونتمنى التوفيق النهارده. ماتش الزمالك النهارده مع المقاولين الساعه 9 وربع مساء. نتمنى ماتش صعب، والمقاولين فرقه صعبه مش سهله، فرقه رخمه بمعنى يعني بلغه الكوره. فنتمنى ان شاء الله الفوز لنادي الزمالك، وباذن الله يا رب اكون كشفت لكم كل الحقائق على الازمات الحاليه بالقانون. تنسوناش بدعمكم باللايك والشير والاشتراك، وان شاء الله هكشف لكم كل جديد وهبقى متابعكم باي راي قانوني. وكل الشكر لحضراتكم، لا تنسونا دعمكم بالاشتراك واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.